car tonight, only the game in my country. Without Morocco, no coupe. قال لي ان المغرب هيكمل. المغرب مش هيكمل؟ ليه بنجزم بكده؟ صح. ليه؟ ممكن المغرب يطلع. طب اقول لك على حاجه؟ ويا رب يطلع كلامي صح. المغرب مش هتوصل نهائي. ويا رب يطلع كلامك ايه؟ صح. ما حدث في الندوة الصحفية، شاهدنا صحفيين مصريين غادروا الندوة الصحفية محتجين على ما وقع. ضعنا في الصورة. طيب، ما حدث اليوم لا علاقة له تماما بحفاوة الاستقبال من الشعب المغربي وحفاوة التنظيم وجودة المنشآت الرياضية اللي شفناها هنا في الجانب المغربي، اللي بيقدم بطولة أو بينظم بطولة واحدة من أنجح البطولات الإفريقية على مدار التاريخ. Competition was very intense, and it's a characteristic of modern football. The intensity was very high. The mental attitude of all the teams was very strong, and the physical level was absolutely unbelievable. The intensity was superb. And the competition was very competitive. When you watch the games, it's very difficult to predict who will win the game, and so the level of the teams are very close, and but at the end of the day you have two teams in the final who had that fraction more of technical level and maturity. I was impressed by the level of the coaches, I would say, and I'm very happy as well to see that now you have African coaches who lead the African teams, and that is good news. It shows as well that the organization level was very high, that the decision made by the coaches was very good during the games, and overall that is very positive. It shows as well that there is no gap anymore, and that information today in modern sport travels very quickly, and that everybody is at the top level and the marginal differences are very small. بضع كلمات لحسام حسن ومن معه. تبقى مصر في سويداء القلب، كنانة العرب ومنارة التاريخ التي لا ينكر فضلها إلا جاحد، ونحن في المغرب نبادرها حبا بحب وتقديرا يليق بمقامها. نحن شرفاء ونقدر الشرفاء، غير أن عظمة التاريخ لا تستخدم معولا للهدم ولا مبررا للتعالي، فالتاريخ في ميزان الحكماء يبنى عليه ولا يكتفى بالوقوف على أطلاله. إن ما صدر من الكابتن حسام حسن المدير التقني للمنتخب المصري من لمز ومقارنات لا تستقيم هو خروج عن مقتضيات الروح الرياضية التي ينبغي أن تجمعنا لا أن تفرقنا. فالمغرب ليس مجرد عابر سبيل في سجلات الزمان، بل هو دولة ضاربة بجذورها في أعماق الحضارة الإنسانية، وصاحب سيادة ثقافية ونهضة عصرية لا تحتاج لشهادة لتؤكد حضورها. لقد كان حريا بالروح الرياضية أن تحتفي بنجاح الشقيق، لا أن تفتش في دفاتر الماضي لتنتقص من بريق الحاضر. المغرب ونجاح الكان يتجلى فيما هو أكثر من مجرد تنظيم. لقد أثبت المغرب من خلال احتضانه المتميز لهذا المحفل أنه انتقل من مرحلة المشاركة إلى مرحلة القيادة، وربما هذا ما حرك في البعض القليل أو الكثير من الحسد. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية استراتيجية شملت البنى التحتية من ملاعب ومرافق تضاهي كبريات العواصم الأوروبية، دفء الاستقبال وتميز الشخصية المغربية التي تمزج بين الحداثة والأصالة، مما جعل كل زائر يشعر كأنه في وطنه وبين أهله. القدرة على إدارة الحشود واللوجستيك باحترافية بسلاسة وبدقة متناهية، مما رفع سقف التوقعات للقارة بأكملها. الرياضة جسر للارتقاء،
حيث يجب أن نستغل مثل هذه المناسبات الكبرى وليس عند حدود صافرة النهاية، بل يجب أن تكون مجالا مفتوحا زمكانيا لتغيير العقليات وتجويد الفكر الجمعي في الساحة الرياضية ومجتمعاتنا العربية والإفريقية. لا يجب أن نحول التاريخ إلى عقدة، بل علينا أن ندرك أن عظمة الماضي لا تمنح أحدا صكا للتفوق الدائم. التاريخ محفز للعمل وليس تكية للراحة. الشعوب التي تحترم نفسها هي التي تصنع تاريخا جديدا كل يوم، والمغرب اليوم يصنع تاريخه بيده وعرقه. كما يجب أن نؤنسن التنافس، أعيدها، يجب أن نؤنسن التنافس عن طريق تحويل الملاعب والبلاطوهات التحليلية والفضاءات الرقمية من ساحات للصدام اللفظي والتعالي القومي إلى مختبرات للتعارف والتآخي الإنسانيين. النجاح المغربي هو نجاح لكل إنسان يؤمن بالعمل الجاد، وفشل أي منتخب لا يعني نهاية العالم ولا يستوجب الإساءة للآخر. علينا أن نعمل على تجويد الخطاب الإعلامي والرسمي، فالعبء الأكبر يقع على الإعلاميين والرياضيين كحسام حسن وغيره ليكونوا قدوة في نقد الأداء لا الهوية. فالمقارنة بين الدول بناء على نتائج مباراة هي تسطيح للفكر وإفلاس في الروح. لقد قدم المغرب من خلال هذه البطولة نموذجا للقوة الناعمة، حيث لم تعد كرة القدم مجرد لعبة بل رسالة حضارية تخبر العالم أن إفريقيا قادرة، وأن المغرب هو بوابتها المضيئة نحو المستقبل. المغرب يمضي في طريقه، يبني ويشيد ويستقبل ضيوفه بكرم الكبار، ومن يختار البقاء سجينا لمقارنات عقيمة سيفوت عليه قطار المستقبل الذي يقوده الآن المغرب بكل ثقة وهدوء. حسام، لقد احتضنتك مدرجات أضرار بقلوب مغربية بيضاء، وهدفت لك حناجر في 3 مباريات كنت فيها الغريب، فأكرمنا وفادتك بالدعم والمؤازرة حتى صرت المضيف. لكن ألسنتكم أفسدت الود كله، فلا تشتكوا اليوم من جرح أنتم من غرز نصاله وخنتم به من هدف لكم. إن السقوط لم يكن مؤامرة من جغرافيا أو تاريخ، بل كان انعكاسا لتكتيك عقيم خانته الحكمة، ولاعبين تاه عنهم مبدأ الروح والدم التي كانت دائما شعارا للفراعنة، فبدوا في الملعب أشباحا لماض مجيد. إن إصلاح الخلل يبدأ بمواجهة الذات وتشريح الفشل بجرأة. أما الارتماء في أحضان الهرطقات الصبيانية وربط الإخفاق بخرافات لا توجد إلا في مخيلة العاجزين فهو الضمان الوحيد للبقاء في القاع. من لا يملك شجاعة الاعتراف بالخطأ لن يملك يوما القدرة على تجاوزه، وستبقى خطواتكم تراوح مكانها ما دام الوهم قائدكم. إخواني السلام عليكم. واش عير جيوكم أساد ولا لابوءة؟ شوفوا هاد اللابوءة اش كتقول، والله إلا الكلام ديالها وحق الله العلي العظيم إلا فيه معنى كبير كبير جدا وما غيفهموه إلا الناس العقلاء. بارطاجيو ماكسيموم كاع الناس يشوفوهم. خوت صباح الخير عليكم، وما كرهتكمش بارطاجيو هذا الفيديو. جيت نطلب المغاربه، انا مزوقه لكم في الميمه الا ما بارطاجيو هذا الفيديو المغاربه والمغربيات، الله يرحم لكم الوالدين. هاد الجوج هادو خارجين من المنافسه، خارجين من لاكان، مشاو في حالهم، جمعوا شطيطهم ومشاو لديورهم. فلهذا اي حاجه غيكتبوها ولا غيقولوها ما نبارطاجيوهاش، خلي بنادم يتفرقع. كنقولها لكم ديما، بارطاجيو الحوايج الايجابيه. هاد لاكان وهاد النسخه كانوا احسن نسخه داز، وبشهاده العالم القنوات اللي شرات الماتشات ديال الكان عمرهم ما شراهم في حياتهم. هاد لاكان هذه لا تعرفت بهاد الطريقه حيت تعرفت في المغرب. داروا لي ستاتيستيك تقريبا 7 المليار ديال البشر اللي تفرج في المغرب ونيجيريا، والعالم كله فرحان للمغرب الا راح عرفنا شكون. فلهذا نبارطاجيو داكشي الزوين. ولا كانوا بعض الجزائريين اللي كانوا مؤثرين وجاو المغرب وداروا فيديوهات زوينين، ومن بعد من يدخلوا للجزائر مسحوهم وبداو كيقولوا حقا ما حقا وبداو كيهضروا، هادوك ما نبارطاجيوهمش، لان هادوك مساكن عليهم ضغط. انت لا ما قالش هكاك عنده 21 عام ديال الحبس، خيانه الوطن. تخيلوا معايا بنادم فين وصل. وداكشي اللي كتبارطاجيه القنوات الجزائريه، الاخوان راه ماشي ليكم نتوما،
ماشي لينا حنا. مني كيبارطاجيو وكيقولوا بانه راه المغرب حكا الملاعب ديالو ما كاملاش، حكا راه الطوبيسات ديالو مكريين، راه ماشي لك انت كمغربي، راه البصبع المبردع باش ما يضروش قلبه ويقول لك انا عندي الغاز والبترول وكنتمشى انا كلشي عندي قهوي. فلهذا المغاربه الله يرحم لكم الوالدين، خليو داك الشيء كيبردعوا فيه لشعبهم خليه يبردعوا فيه، حنا ما نبقاوش نبارطاجيوهم بتاتا حيت ولاو كيبانوا ليا هما اكثر من داك الشيء اللي زوين. انا شفت اسبانيين فرحانين، شفت نقالزه فرحانين، شفت بريطانيين غيطيروا بالفرحه، شفت وحده في كوريا الشماليه، كوريا عباد الله دايره لايف وفرحانه وكتشطح ولابسه التوني ديال المغرب. ونخلي انا هذا الشيء كامل وشي بارطاجي انا واحد بصبع مبردع نبقى انا نقول لك شوفوا شنو قالوا كي 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 كوكو. سمحوا لي الخوت، كاين شي حوايج اللي نقدروا نضحكوا عليهم وكاين شي حوايج اللي ما خصهمش يتبارطاجاو، حيت انا هادو كاع ما كنشوفهم، ولكن المغاربه اللي كيجيو كيبقاو يبارطاجيو معايا داك الشيء. فلهذا الاخوه الله يرحم لكم الوالدين ما تكونوش وسيله كيخدموا بها العسكر باش تبارطاجيو البروباغندا ديالو. خدموا بلادكم، اي حاجه ايجابيه كتشوفوها هذيك هي اللي نبارطاجيوها، هذيك هي اللي ندير فيها لي كومونتير. وهذا هو الميساج ديالي الخ... كلام ديفيرون، تشوفوا كلام محترم. ولا تشوف ركراكي غدوه وان شاء الله يروحوا يديو حتى لا كوب دافريك ولا لا كوب دي موند كاع يديوها ولا يتيليمينا، ما يقول لهمش هذا الكلام. السحر اعوذ بالله، السحر والزئبق الاحمر وبتاع رايحين يفتحوا قصر. ما سمعتش على المدربين اللي كانوا، سمعتش على اتحادات الكره اللي كانوا بيدفعوا ملايين للزئبق الاحمر؟ لا قول لي بقى. لا لازم في حاجه حصلت معاك وانت لعيب كده؟ انت عارف طبعا. ايه بقى؟ انا مره طلب مني في المنتخب ان انا البس 5. سنه كام ده؟ مع كابتن جوهر، مع كابتن حسن شحاته. 2006. والجزم كانت بتتاخد مننا كلها قبل الماتشات وبيتقري عليها حاجات وترش عليها ميه. قبل 2006؟ بعد 2006. بعد 2006 وانت رجعت بعد ازمه رجعت رجعت وكان في ماتشات في التصفيات وكل كان ايه بقى اللي حصل؟ ده كان بيحصل في منتخب مصر يا جماعه. في ايه؟ بتسالوا اللعيبه؟ احنا ما نعرفش. لا اسال انت اللي كنت بتلعب مش انا. لا اسال اللعيبه انت عارفها. كان ايه اللي بيحصل؟ ما انا قلت لك اهو. إيه؟ كان الشيخ بيقول ان اللعيبه لازم تلعب بارقام معينه مختلفه. مره ادوني فانيلا كابتن حماده صدقي. كابتن حماده صدقي موجود. أيوه. فجالي ميدو هتلبس 5، فلبست الفانيلا مش داخله فيا. كابتن اعمل، كنا في افريقيا. يا كابتن قلبي العب ازاي وبتاع، ورفضت ان انا العب بيها. ولعبت بالتيشيرت بتاعك؟ لعبت فانيلتي نمره 9. وكابتن حسن كان بيتجنن مني من الحاجات دي. لا والله كانوا جواكم حاجات مقري عليها طبعا، وكانوا بيسحبوا الجزم مننا قبل الماتشات بيوم. كل الجزم اللي هتلعب بيها. طب وفي جزم تانية؟ اي حد على فكره يقول لك كلام غير كده كذاب والله. طبعا كان في عصاير بتشربوها وكده؟ لا انا ما شربتش عصاير. ما كنتش موجود، الباكج بتاعت العصير ما كنتش موجود فيها. ما كنتش موجود في 2008؟ لا بس حد قال لي على موضوع 2008 وان سماحه عمار اللي كانت بتعمل عصير. لا اصل الشيخ نفسه قال للناس الراجل ده ما ينفعش يبقى موجود معاك وده مش ماشيه معاك الكلام ده. لا تاني بقى، يعني ده سبب استبعادك؟ لا يعني انا بقول لك الشيخ قاله. انت كنت بتشوف الشيخ؟ لا الشيخ قال كده للجهاز. فانت خرجت من المنتخب في 2008؟ لا 2008 كنت مصاب. امال امتى؟ 2010 قال كده. ومين اللي وصل لك كده؟ اللي وصل لي كده حد من الجهاز. مين يا كابتن؟ كابتن حماده صدقي قال لي كذا. لا والله ما اقدرش اقول. وكان حماده بس بقول لك والله ده اللي حصل. يعني استبعدوك من المنتخب بامر الشيخ؟ قال له نعم. استبعدوك من المنتخب بامر الشيخ؟ اسال. ما انا بسالك انت. اسال انت. طب والسنين اللي بعدها؟ ما فيش سنين بعدها خلاص. اللي قبلها سوري. لا ما انا اتخانقت مع كابتن حسن. وبعد كده انضميت للمنتخب على فكره. بس انا بقول لك ان الشيخ قال ان الراجل ده مش ماشي معاك الكلام ده، احسن ما يبقاش موجود. والله؟ والله. وحد من الجهاز قال لك كده؟ بعد سنين قال. بعد سنين قال. طب كان ايه المبرر لاستبعادك وقتها؟ انا ساعتها كنت اجمد لعيب في مصر. اجمد لعيب في اوروبا في البريمير ليج. لا كنت ساعتها بلعب في الزمالك 2010. كنت اجمد لعيب في مصر. كنت شايل نادي الزمالك على كتافي، بلعب بفرقه الزمالك لوحدي. وقتها قال لك طب لا في 2006 خلي بالك الناس الكلام اللي بيقولوا ده كل الناس تطلع طبعا تعمل لا ترفض. هو معروف ان كان في راجل طيب. كدابين اللي ينفي يبقى كداب. اتحاد الكوره كان بيشتري زئبق احمر كان بيشتريه وبيدفع فيه ملايين عشان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أبغى أشارك معكم فكرتين. الفكرة الأولى مبروك الفوز الشعب المغربي، والفكرة الثانية نشكر الشعب المغربي لأنه علمنا كلمة جديدة.
الكلمة هذا الزمط، زمطونا يعني المزموط هو اللي يغني ويناشد ويرقص وفي الآخر ما يفوز. يعني إحنا منتخب مزموط واللي زمطنا المنتخب المغربي. تشكراتنا وتحياتنا. يجيبوا الحكام في البطولات الإفريقية لينا والأندية تانية مش إحنا بس، ونقعد مع الحكم. وأنا كنت بقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضربة جزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الإدارة ومعايا مدير الكورة ومعايا مدير إداري قاعدين معايا، أختار إيه؟ وبالملاعب وبالبنية التحتية. والله العظيم